المنتخب المغربي تفوق 2-1 امام المنتخب البرازيلي. المباراة لعبت في ملعب ابن بطوطة في طنجة، مباراة ملعب خارق للعادة، جماهير خارقة للعادة، مباراة من مستوى آخر. المنتخب المغربي أكد أنه ماهوش فقط مستوى كأس العالم هي طفرة وإلا مفاجأة، لا بل أنه منتخب قاعد يخدم، مدرب قاعد يعرف ايش يعمل، مدرب على فكرة الجامعة أيضا اتحاد مغربي عارف روحه فاش قاعد يعمل فاش يحضر. المدرب وليد الركراكي بعد المباراة صرح تصريح قال أنك تفوز على المنتخب البرازيلي هي إنجاز، هو حلم، يعتبر حلم. كنا قبل نتفرجوا في المنتخب البرازيلي في التلفزة ونقولوا لو كان نلعب ضد المنتخب البرازيلي، قال اليوم نلعب ضد البرازيل ونتفوقوا عليهم 2-1، هو إنجاز تاريخي يعتبر للمنتخب المغربي. تونس سابقا قبل كأس العالم لعبنا قدام المغرب وقدام عفوا البرازيل ونهزمنا ب5. اليوم المنتخب المغربي يعطينا تصويرة باش نتعلموا منها، مش فقط نحن التوانسة بل العرب الكليكا. المنتخب العالمي هذا يتفوق 2-1 امام المنتخب البرازيلي. سفيان بوفال وصابيري ايضا اللاعب عبد الحميد صابيري اللاعب في سامدوريا هما يسجلوا اهداف، وهدف المنتخب البرازيلي سجلوا كازيميرو. انجاز تاريخي للمنتخب المغربي ونتمناه ان شاء الله نكملوا على الخطى نتاعو. رايك في المغرب والمستوى الكبير اللي وصلت له الكره المغربيه؟ المغرب قاعده تعلم فينا في الكوره، في قارة افريقيا الكل قاعدة تعلم فيها في الكورة. ان شاء الله نوصلوا نعملوا 1% من اللي قاعدة تعمل فيه المغرب، كيسوا في التيرانات، في الجوارات، في كل شيء. احنا نشوفوا جوارات المغرب كلها بعد الكوب دو موند كلها توا تلعب دي تيتولير في جمعياتها كلها، واللي مشاو الجمعيات كبار قاعدين يمشيوا معناتها باش يلعبوا في جمعيات، معناتها قاعدين يفكوا في بلايصهم تيتولير. احنا بارس خيري والعيدوني اللي يلعبوا في اللو نيفو، الباقي كلهم فما حتى واحد يلعب نقطة. ورجع